الحين خط المترو الجديد اللي أعلنوا عنه خط الأزرق، كيف راح يكون أثره على المشاريع والمناطق اللي حوله؟ جميل جدا، حلو السؤال ده وبدأ يتردد كتير الفترة الأخيرة. الخط الأزرق الجديد أعتقد إنه هيبتدي من مطار المكتوم، هيروح دبي لاند، دبي هيلز، أرجان، جي في سي، دبي كريك، انترناشونال سيتي، كل المناطق، ميدان، حتى كل المناطق دي المترو هيبقى له أثر كبير على المناطق دي، بأنه هيسهل جدا حركة الوصول للمناطق دي ما بين شريحة عريضة جدا من المستأجرين والناس اللي بتطلب الإيجار، فده بالتالي هيرفع الطلب على الإيجار في المناطق دي. لما يرفع الطلب على الإيجار هيرتفع الROI، لما يرتفع الROI هيرتفع أسعار العقارات، فأسعار العقارات اللي هيوصل لها خط المترو مينيموم، أي جارانتي مينيموم 20%، في حاجات هتوصل 30 و40% زيادة في الأسعار. فخط المترو الجديد ده لو أنت جاهز دلوقتي تشتري في مكان لسه ما وصلوش خط المترو الجديد بس هو في البلان، أنصح أي حد يشتري في اللوكيشنز اللي هيروح لها خط المترو الجديد، لأن السعر اللي أنت هتاخد بيه العقار هتستحوذ بيه دلوقتي أنا متأكد إن السعر هيزيد مينيموم من 30 ل 40 وممكن يوصل 50%.